السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين والمشاهدات الكرام، نتمنى من الله تكونوا على خير وبخير أبدا مدى الحياة إن شاء الله يا ربي. اليوم إن شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الفيديو الصراحة رائع وكله مفيد، ونتمنى من الله تشاهدوا الفيديو حتى الاخر، علاش لا، باش تعود الفائدة للجميع. هذا أفضل منكم ليس أمرا. واحد الأكلة يا سلام غنشاركها معكم بالطريقة ديالي، واحد الأكلة ديال السفة المردومة ولا السفة المدفونة. صراحة كل المنطقة واش كيسميوها وأذواق كتختلف، والطريقة ديال التحضير كتختلف. هذه هي الطريقة ديالي بغيت نشاركها معكم. هذا ما كان، ونتمنى من الله نكون عند حسن الظن ديالكم ونكون خفيفة على قلوبكم وتقبلوا علينا. بسم الله على بركة الله. نبداو الفيديو ديالنا على الصلاة على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصحبه اجمعين. بسم الله على بركة الله. ندوزو لطريقة التحضير والمقادير وانتم معنا، خليكم معنا متشوفين. ونتمنى من الله ما نكون صدعتكم بهضرتي. الصراحه كنبغي نوضح لكم كاع الامور، الا نسيت شي حاجه ما قلتهاش لكم ولا لاحظتوا شي ملاحظه ماشي هي هذيك ما توضحتش لكم الامور، قولها لي في التعاليق ديالكم الزوينه اللي كنتسنى الصراحه تشرفونا بهم عفوا في فكره الطبخ. مرحبا على الراس والعين. وانتم معنا. عندي شويه ديال جوج بسطات عفوا مشلضين، كاس ديال الماء، وشويه ديال الدجاج بعد ما غسلته بالملح والماء والخل والحامض. ما ديروش داك الساعه، الا بغيتو ديروا في العشيه غسلوه في الصباح، الا بغيتو ديروا في الصباح غسلوه في الليل. شويه ديال السمن الحار، لاصوص ديال المطيشه طحنتو، لاصوص ديال الحوت طحنتو وخديت منه واحد 3 ديال العواشق، فيه المطيشه والبصله والربيع والثوم وعفوا الفلفله حاره. كاس ديال العصير ديال الحامض خديت منه كما قلت لكم واحد 3 ديال المعالق. غادي يجيوني مع الطبق يعطيوني اللون وغادي يعطيوني حتى المذاق. بالنسبه للتوابين عندي نص حامضه مصيره صغيره قطعتها طريفات صغار، شويه ديال الشكنشبير خضر تا هو قطعته طريفات صغار، شكنشبير، القزبور حبوب، الخرقوم عواد، شويه ديال القرفه والمروزيه والفلفله حاره، راس معلقه ديال البزار، شويه ديال السمن، كاس ديال الماء. غادي نردو الطنجره ديالنا تغلى مزيان. نتمنى من الله ما نسيت لكم والو. غادي نخليو الطنجره ديالنا تشحر بما يشربوا لينا كاع داك التوابين ويندمجوا التوابين مع بعضهم. غادي ندوزو نصايبو السفه ديالنا. بالنسبه للسفه عندي كيلو الا ربع ديال السفه من نوع جيد. غادي نضيفو عليها نص كاس ديال تقريبا نص كاس ديال العنبه، 4 الكاس ديال العنبه ديال الزيت. غادي نخلطها تدريجيا حتى كون تلبس ليا السفه ديالنا بداك الزيت. غادي نردوها تفور. بطبيعه الحال الطنجره راه كنضيفو فيها اطر ونص ديال الماء، طريف ديال الحامض، كنخليوها تغلى بما كنوجدو المراحل. وهذه هي الصفه ديالنا بعد ما فورات لينا مزيان. بعد ما تفورات لينا الصفه كنحطوا الكسكاس في القصريه وكنخويو عليه المانيت باش فورات. هاد المرحله هذه معتمده عندي الطريقه. كتشلل لينا الصفه ديالنا، كتشلل لينا من داك الزيوت. بعد ما كنشلو الصفه ديالنا مزيان وكنخليوها في الكسكاس، كنردو الكسكاس ونخليوها تسقطر مزيان وعاد كنردوها تفور. ملي كتسقطر الصفه داك الزيوت كاملين كيمشيو مع الماء، كتصفى من داك الزيت عفوا ما كتكونش لكم الصفه ديالكم من الدماء، كتبقى الصفه ناشفه، وكل حبه كتمشي مع اختها، كل حبه كتمشي بوحدها. تبارك الله ما شاء الله، ما كتجي لا معجنه ما والو، ودغيا كطيب. وعاد غادي نديرو 6 تفويرات ولا 5، كنديرو غير 4 تفويرات وكتجينا الصفه ديالنا رائعه. الصراحه كتجينا غزاله الصفه، تبارك الله ما شاء الله على الطريقه. هذه هي الطريقه ديالي بغيت نشاركها معكم. تبارك الله ما شاء الله، راه كل مره كتعرف تصايب. تحيه لخوتنا فيما كانوا اخواتنا من الاسلام. اللوز ديالنا تا هو رقدنا بشويه ديال الماء طيب ولا تسلقوه. غادي نقيوه ديك الساعه، ما تخليوش مرقد، غير خويو عليه الماء تبداو تنقيوه. والطنجره ديالنا حتى هي بعد ما تشحرت لينا، الطنجره وتشربت لينا، شرب لينا الدجاج كاع داك التوابين وندمجوا التوابين مع بعضهم، ونزلت لينا البصله تبارك الله ما شاء الله، واحد المريقه يا سلام، واحد الريحه يا سلام. ضفت لي واحد 4 ديال الكيسان حتى ل5 على حسب الكوكوط. الماء يكون دافي ولا طيب. غادي نقفلوا على الطنجره ونخليوها طيب. غادي نرجعوا للسفه ديالنا بعد ما فورات لينا التفويره الثانيه.
غادي نضيفوا ليها قياس ديال الملح اللي غادي يقدها، وغنبقاو نضيفوا الماء تدريجيا. الماء 6 ديال الكوكوس ديال الماء ديال العنبه حتى ل7. غادي نبقاو نضيفوا الماء تدريجيا، الماء بارد، كنضيفوا باقا سخون وكنضيفوا عليها الماء بارد باش يلا كتحل لينا السفه ديالنا مزيان. ها انتم كما كتشاهدوا، ما تخافوش منا على هذه الطريقه، هذه هي الطريقه اللي معتمده عندي وكتجيني تبارك الله ما شاء الله واحد الطبق يا سلام ديال الهمه ديال الهمويه. صراحه ممكن الطبق ديروا في اي وقت، في السوابع، في المناسبات، في الاعياد، مع احبابكم، مع وليداتكم. صراحه فيما درتو كيجي مع هاد الاكله تبارك الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك، اللهم يا ربي يحفظها علينا من النعمه ومن الزوال. لا ما استغفر الله العظيم، يا ربي ثبتنا على الشهاده، سمحوا لي. اللهم يا ربي يحفظها من الزوال ودومها نعمه يا ربي، ويحفظها من الزوال. غادي نردو السفه ديالنا الطيب، غادي نرجعوا لكم. اللوز ديالنا تا هو راه قليناه بعد ما نقيناه مزيان ومسحناه من الماء. غادي نقليوه في الزيت تكون بارده. كنأكد لكم الزيت تكون بارده، وملي نبغيو نقليو نضيفوه في الزيت تكون بارده ونجهدوا ليها العافيه، تكون العافيه مجهده باش ما يتحرقش لكم اللوز وما يكونش عاوتاني خضر من الداخل. ملي تكون الزيت كتغلى وصافي كنقصوا، ما كنخليوهاش مجهده عاوتاني وما كنقصوش. غنردوا البال لهاد المراحل. النجره ديالنا بعد ما طابت لينا نص طيبه، غادي نضيفوا المكونات الاخرين اللي بقاو. شويه ديال القرفه، شويه تبان ليا لاصوص خصو شويه ديال الزيت، غنزيد الزيت ما يعادل 4 ديال المعالق ديال الزيت. شويه ديال القرفه، شويه ديال الفلفله السودانيه، 2 معالق ديال السكر كلاص، السكر السنيد عفوا، على حساب الحلاوه على حساب الذوق، كتبقى لكم الاختيار. غادي نقفلوا على الطنجره ديالنا ونخليوها تكمل الطياب، وغادي نردوا ليها البان، ما نغفلوش عليها باش ما تحرق لينا. المهم نبقاو نراقبوا الطياب ديالنا حتى كنساليو. الدجاج ديالنا بعد ما طاب حيدنا ودهنته بشويه ديال الزيت، رديتو رديتو الفران يتحمر. اللوز تا هو بعد ما قلينا رشيت عليه شويه ديال السكر كلاصي، غادي نطحنو لها شوار، غادي نهروشو. تبارك الله ما شاء الله، لا من المنظر لا من المذاق، هو اللي باش غادي نرافق الطبق، هو اللي باش غادي نزين الطبق ديالنا ديال اليوم. ها انتم كما كتشاهدوا كنطحنوا على هذه الطريقه، وانتم معنا. السفه ديالنا بعد ما طايبه لينا، بعد ما طايبه غادي نديروا ليها دابا التفويره الرابعه. هذه هي التفويره الاخرى، غنرشوا ليها شويه ديال الماء تدريجيا، ما يعادل 4 ديال الكيسان ديال الماء ولا 3. انتم تبارك الله راه طايبه. وغندهن نضيفوا لها شويه ديال الزبده، غنبقاو نخلطوها مزيان، نرشوا الماء تدريجيا والزبده ونخلطوا مزيان حتى كندمجوا المكونات مع بعضهم. غادي نردوها تفور التفويره الاخرى، صافي التفويره الرابعه. غندوزو لطريقه التقديم. كما قلت لكم بعد ما غادي تفور لينا السفه ديالنا مزيان، غادي ندوزو للطبق ديال التقديم. وانتم معنا، خليكم شاهدوا الفيديو حتى الاخر. تبارك الله ما شاء الله، هاد الاكله يا سلام. وكنتمنى من الله نكون ما صدعتكمش بهدرتي. الصراحه كنبغي نوضح لكم كاع جميع الامور، نوضح لكم المراحل. ونتمنى من الله الا بانت لكم شي حاجه نسيتها ولا لاحظتوا شي ملاحظه بغيتوها تعرفوا، شي ملاحظه بغيتوها تعرفوا، قولوها لي في التعاليق ديالكم الزوينه بحالكم. قولوا لي كيف جاكم الطيب ديال اليوم. تبارك الله ما شاء الله رائع. انتم كما كتشاهدوا الفيديو شاهد على نفسه. هذه هي المريقه ديالنا بعد ما طابت لينا وحيدنا الدجاج، زدت ليه واحد العشقه ديال العسل وعسلتها فيها، عسلتها مزيان. وكنبقاو نخلطوا تدريجيا حتى كتعسل لينا المرقه مزيان على هذا الشكل، حتى كتجينا على هذا الشكل كما كتشاهدوا. الدجاج ديالنا تا هو تبارك الله كيجي فتي وكيجي محمر وزوين، واحد اللون يا سلام، واحد المذاق ما شاء الله. لا من المنظر لا من المذاق، الصراحه هذه الاكله تبارك الله ما شاء الله رائعه. ممكن الطبق ترافقوا مع اي وقت.
ديروا في المناسبات، في الاعياد، مع احبابكم، مع وليداتكم، نهار الحد، ديروا في اي مناسبه. الصراحه فيما درتو كيحمر لكم وجهكم، واخا التصوير راه ما كيعطيش حقه. تبارك الله ما شاء الله. كيجي واحد المذاق يا سلام، بين المذاق بين حلو وحار ومالح، تبارك الله ما شاء الله، رائع. انا متاكده الا جربتوه غير زعما وجربوه، الا جربتوه عمركم ما غادي تستغناو عليه. صراحه واحد المذاق يا سلام، واحد الاكله تبارك الله ما شاء الله. لما يا ربي دوما نعمه ويحفظها من الزوال. وهذا هو النهايه ديال الفيديو ديالنا ديال اليوم. هذه هي الاكله ديالنا ديال اليوم. نتمنى من الله تكون من الاعجاب ديالكم، نتمنى من الله تجربوها. تبارك الله ما شاء الله، بالصحه والراحه، بصحتكم وراحتكم، بصحتنا حتى حنا وراحتنا. الا كانت شي وحده كتوحم تسمح لينا، والله يسهل علينا وعليكم ما صعب. الله يفتح لينا وليكم بيبان الخير. الله يكمل على كل واحد من هو في خاطره واللي فيه الخير لنا للدنيا لنا والاخره. والله يسهل علينا وعليكم ما صعب. الله يشفي جميع الامراض المسلمين يا ربي. وبسلامة عليكم. حتى لهنا خليت لكم الهنا وراحة البال. الى الفيديو القادم ان شاء الله. الى اللقاء. وما تنسوناش بارطاجيو الفيديو ديالنا مع احبابكم، مع عائلاتكم، مع معز عليكم ان شاء الله، باش تعود الفائده للجميع. علاش لا؟ تبارطاجيو. ما تنسوناش من التعاليق ديالكم الزوينه بحالكم، ما تنسوناش من اللايكات ديالكم الزوينه اللي الصراحه كتشرفنا في فكره الطبخ. وبسلام عليكم.